أشكال غريبة، طلاسم وحتى أعضاء بشرية لأطفال صغار. هذه ليست مشاهد من فيلم رعب، هي أشياء وجدها شباب خلال حملة تنظيف لإحدى المقابر بوهران، وضعها مشعوذون بغرض إيذاء شخص ما. دايرينه بالك باش يبلوا على البنادم، يا إما ما يولدش، إما ما يتزوجش، إما ما يخدمش. مشاري هذه الصورة تاع الشعوذة بالكوردة محزوم بصبايلو كما نقولوا، وخيط وختان تاع الكفن. يستعملوا بزاف الختان تاع الكفن. شاول احنا رانا كي نروحوا نديروا في راسنا باش نطفوا. شاول راه يتصادفنا واحد الامور اللي عجيبه بزاف كالشعوذه. هاد الشعوذه مانيش عارف، حنا نديروا لي ماكسيموم تاعنا، ماذا بينا الناس نقص من هاد الشعوذه. صور لشباب وفتيات، أقفال وسيوف، وكتب سحرية تحمل طلاسم مبهمة وغيرها من الأشياء الغريبة وجدها هؤلاء الشباب المتطوعون مدفونة بجانب الموتى، تؤكد مدى استفحال ظاهرة الشعوذة لدى الجزائريين. تلاقينا قرعة أنا على حسب ما راني نشوف راهي من أخطر السحور اللي تلاقينا، غادي تشوفوا واش راه فيها. الله أكبر الله أكبر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الشباب أكدوا أنهم على أتم الاستعداد لمواصلة حملات التنظيف التطوعية، غير أنهم طالبوا السلطات المحلية بأن تولي اهتماما أكبر للمقابر وتحرسها من المشعوذين، ويبقى تنظيف العقول من هذه الممارسات أهم عامل للتخلص من هذه الظواهر.